السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ملعب الحظ. بصحة الدراري كاملين اللي لعبوا معنا هذه الوريقه هذه، وكذلك الدراري ديال التليجرام. هو التليجرام ديالي دخلوا عندي. والله خوت دابا كنبغي نلوح، ما كنلقى من اللوح. يعني شي جوج دراري كما قلت لكم ولا ثلاثه اللي كيلعبوا معنا، راه كنلوح لهم هما اللي حت لهم نيت الوريقه ديال البارح وتخلصوا معايا اليوم راه فرقعنا ديالهم، والله العظيم الا فرقعناهم اليوم، فهمتيني ديال بصح. هو التليجرام الاخوان، غادي نخلي لكم في اول كومونتير التليجرام ديالي اللي هو انا كنعطي فيه توقعات ديالي، كنلعبوا مرزقين الاخوان وغنباسيهم معاكم، فهمتيني. ما غتخلص والو، فقط تدخل التليجرام تابونا فيه، غيبقاو يوصلوك الورقه الاخوان، ولا عيب علينا الا ما تخلصتيش. هذا مكان الاخوان. كذلك بالنسبه نبغي نبارك للدراري اللي لعبوا معنا الوريقه ديال اخر فيديو بصحه الجميع الاخوان. جوج وريقات، ثلاثه الفيديوهات اللي لحناهم، يعني جبنا فيهم جوج وريقات، وحده اود 4 وحده اود 2، ومشات لينا وحده اود 70. هذا مكان الاخوان بصحه الجميع. بالنسبه لينا الماتش ديال اليوم راه ما يمكنش الاخوان، ما يمكنش الماتش ديال اليوم. يعني الارجنتين كانت قريبه انها توصل اسبانيا لضربات الجزاء، ولو كان وصلتهم ضربات الجزاء وما كانش ديك الحمراء اللي واحد لاغرينتا معروفه عند الارجنتين، والدراري اللي كيتفرجوا في الدوري الارجنتيني ولا كيتفرجوا في الارجنتين، هاد لاغرينتا معروفه عليهم هما الاخوان، كيدخلوا بواحد العنف اللي كيمشيو الكره، ولكن بعض الخطرات كيقدر داك اللعاب ديال مثلا ديال الخصم كيهرب الكره وكيولي ضارب ليه رجلو. فهاد الشيء اللي وقع لفرنانديز في الماتش. اسبانيا اصلا هي بريمير ميطا ودوزيام ميطا كانوا شادين الماتش، مني جات هذيك الحمراء صافي ولا التيران كامل ديالهم. ماتش كان صعيب صراحه. راه هاد الفينالات راه ما يعني راه كيكونوا شويه كيلعبوا لك على الاعصاب الاخوان، راه ما كنتيقش فيهم. المهم ما تنسوناش بواحد اللايك وواحد الاشتراك. غنبداو دابا التوقعات. بالنسبه لي انا الوريقه اللي جبت لكم هي هذه، يعني وريقه زوينه، هي ديال الاخوان، ملعوبه ب 1500 درهم الاخوان. فيها ماتش مع 6 وماتش مع 8 وربع وماتش مع 8 وربع كذلك. نهضروا على الماتش الاولاني بالنسبه لينا الماتش ديال كالمار ومالمو، هادو بجوج هما الاخوان مزيانين. مالمو تاريخيا من الفرق اللي كيكونوا مجهدين، يعني مجهدين في الدوري السويدي، تاريخيا من احسن الفرق اللي كاينين في السويد او احسنهم، فهمتيني. بالنسبه لنا هذا الماتش هادو كندوي على الفورمه الاخيره ديال الفريقين، بجوجهم مزيانين الاخوان في الماتشات الاخرين ديالهم، يعني ما خاسرينش في 4 ديال لي ماتش متابعين يمكن. ماتش غالبا غادي يكون مفتوح، يعني غادي يكونوا فيه البيوتا. انا فقط ما بغيتش الريسكي ونطلع يعني سقف التوقعات، فقط اختاريت جوج ديال الاهداف او اكثر. بحال تسجلوا جوج اهداف غادي يرجعوا لنا فلوسنا، تسجلوا 3 راه غنتخلصوا فيها الاخوان. ندوزوا للماتش الثاني، هو ما بين سبورتينغ لشبونه وستراسبورغ. هاد الماتش الاخوان ملعوب وقيله في ميريكان، ماتش ميكال او وقيله البرتغال. المهم انا طلعت لي ميريكان فين ملعوب الماتش. الماتش غادي يكون منقول، يعني يمكن لك تفرج فيه، يعني ماشي من دوك الماتشات اللي يعني ماتش ديال الفراجه هذا واخا ميكال، يعني راه بزاف ديال الدراري دابا كيلعبوا ميكالات، راه كيكونوا ميكالات بحال ملعوبين في الدرب، لاعبين في تيران ديال التدريبات وكيقدر يطيح وما كيحسبش داك الوقت اللي طاح فيه. يعني هذا هو السلبي ديال الماتشات ديال الميكال. من هذا الماتش هذا غادي يكونوا فيه البيوتا، وغالبا غادي يكونوا فيه 3 جلو 1 جوج. المهم هذه هي النتيجه والتوقع ديالو، كيبقى توقع الاخوان. المهم انا راه الورقه راه دارسها مزيان وكيف ما كانت راه عطيتها لكم. ندوزو الماتش ديال هافانا فوردر مع برايد بليك في الدوري الايسلندي. الدوري الايسلندي الاخوان بلا ما ندوي عليه بزاف، من احسن الدوريات اللي كيتكتل بالاهداف كثيره الاخوان. يعني الدوري الايسلندي راه معروف كيكونوا فيه اهداف كثيره. هاد الفريق بجوج كذلك فورمه مزيانه، فنفس الشكل ديال مالمو مع كالمار، بجوجهم فرق قاطحين. نقدر نقول لك هذا الماتش هذا يعني كذلك غادي يكونوا فيه حتى 4 البيوتا، ولكن حنا فقط اختارينا 3 ديال البيوتا، ورقه ملعوبه ب 1500 درهم، فيها 2772 درهم الاخوان. ما تنسوناش بواحد اللايك اشتراك باش نزيدوا قدام، ودخلوا عندنا التليجرام الاخوان سيبورتيونا. وتحياتي لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.